السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا جاي لكم فيديو جديد. حطي لي لايك واشتركي معايا في القناه لو انت لسه مش مشتركه، ويلا بينا نبدا الفيديو. النهارده بقى الفيديو مختلف جديد. هنعمل جوله. هنجيب حاجه الغدا، وعشان كده بقى هاخدكم معايا السوق النهارده. هنشتري الحاجات بتاعه الاكل، وهوريكم بقى ايه الاسعار بتاعه النهارده عامله ازاي، وسوق الخضار عندنا عامل ازاي. واهم حاجه ما تنسيش تشتركي في القناه لو انت لسه مش مشتركه، وما تنسيش تعملي اللايك. دلوقتي الغدا بقى اللي احنا هنعمله النهارده. هنعمل كفته رز. تمام. انا كان عندي كفته رز في الفريزر، كنت جايباها من كام يوم، يعني دقتها من كام يوم وشلتها في الفريزر. والنهارده بقى هننزل نجيب بقيه الحاجه. احنا كفته الرز عندنا هنا بنعملها بالتقليه اللي هي الصعيدي. البصل والطماطم وبقى ايه ملح وفلفل والكلام ده. فانا دلوقتي هنزل علشان اجيب الحاجات بقى اللي هي بتاعت التقليه، اللي هي البصل والطماطم. وعندي بقى التوابل، وعندي كفته الرز زي ما قلت لكم، وعندي رز. فانا اللي هحتاجه من بره هو البصل والطماطم، اللي هي حاجه التقليه يعني. تمام. تمام. هي كفتة الرز هنا لازم ياكلوها. يعني خالد بيحبها في تقلية. مش بتسبيكة عادية زي اللي بنعملها هنا. انا بقى دلوقتي هاخدكم معايا نروح لحد السوق نجيب الحاجة. تمام، يلا بقى بينا علشان نروح مع بعض السوق. بس اهم حاجة لحد ما نروح السوق ما تنسوش تعملوا لايك، تشتركوا في القناة لو انتوا لسه مش مشتركين، ويلا يلا بينا عشان نروح السوق. يعني دي ب12 ودي ب11. الفلفل بكام؟ طب معلش بس عشان الجو حر، انا عارفه زهقتك. الطماطم بكام؟ 8 جنيه. عشان انا عايزه اعرف بس الاسعار الاول اللي اشتري. 25 25 هي الفراخ بكام النهارده؟ الفراخ ب60، والكبد والقوانص والبانيه ده عرض يعني. ماشي. هنا بقى انا دخلت عند فرن تلتيني. انا صور لكم فيه. بصوا عندهم كوكيز هناك اهو، طماط كل الحاجات. اصل انا معرفتش اصور اللي بره بقى علشان ايه الناس اللي واقفه. بقول لك ايه، ورق العنب بكام؟ 35 يا باشا. والملوخية؟ الاثنين ب5. هي بكام البامية؟ 35. اللحمة ب280. أسعار الحمد لله. وأخيرا رجعت من السوق، طبعا بعد عناء ومشقة. انا عايزه اقول لكم ان انا اصلا عيانه، عندي برد وكمان فاصلا ما كنتش قادره انزل. فكمان كان لازم انزل عشان يعني العشاء بتاع النهارده وكده. فكان لازم انزل يعني. فاصلا كمان الجو حر جدا جدا بره، اصلا الجو حر نار يا جماعه، مش قادره اقول لكم. ربنا يا رب يجرنا من نار جهنم ويرحمنا برحمته. والله الجو حر قوي قوي. فانا بقى ايه نزلت طبعا زي ما شفتوا اول الفيديو كده، الاسعار بقى والسوق الكلام ده. طبعا انا ما صورتش كتير في السوق
يعني من ناحية انا بقى اتكسفت اصلا ان انا اصور البياعين والكلام دوت. يعني كنت محرجة جدا. وكمان برضك علشان في ناس ما بتحبش تصور، ان حد يصورها والكلام دوت. فعشان كده انا كنت بصور الحاجة وكده، في ناس وافقت وفي ناس لا طبعا. ف فانا كده جبت بقى شويه حاجات بسيطه كده. الطماطم انا حطيتها في طبق الخضار تتغسل. وهنا في ده بصل. وديت سمنه، انا جايبه السمنه سايبه. انا دلوقتي بجيب اللي هي زبده فرن، بس انا النهارده جبت سمنه لان التقليه بتحب السمنه. تمام. ودوت بامبرز لمريم، جبت كذا واحده يعني. فيعني ايه، دي كده شويه حاجات من اللي انا جبتها النهارده علشان نعمل الغدا بتاعنا. يلا بقى بينا نشوف هنعمل ايه النهارده للغدا. بصوا بقى، انا هنا كده فرمت البصل اهو. ولا ناعم قوي قوي ولا خشن، تمام. بصوا كده انا هحطه في الحله واحط عليه السمنه علشان ايه ابدا ان انا اسويه. تمام، يلا بينا نشوف كمان هنعمل ايه. بصوا بقى، انا هنا حطيت البصل على النار كده. تمام، ولعت على النار وحطيت عليه السمنه، وهي السمنه بدات تسيح اهي. بصوا السمنه بدات تسيح اهي. هفضل بقى ان انا اقلب فيها. تمام. هفضل بقى ايه اقلب فيها كده لحد لما ايه تبدا في بدايه ان هي تحمر. تمام. انا عايزه اقول لكم ان في فيديو على القناه، فيديو التقليه، بتاع التقليه. كنت عامله فيه التقليه قبل كده، بس كنت عاملاها باللحمه مش بالكفته. هي المفروض ان هي التقليه هنا او في الصعيد يعني اساس اي طبيخ. يعني مثلا لو بالفاصوليا، لو هتعمل فاصوليا بيضه بالتقليه، بسلة جزر بالتقليه، الكفته بالتقليه كده. تمام. مفيش تخديعه، هي التخديعه هي التقليه. ما عدا طبعا الحاجات اللي بتبقى ايه التخديعه بتاعتها بالثوم، زي مثلا الباميه، ال اللهم صل على النبي، مثلا زي البطاطس اللي بتبقى مكعبات دي. فدي حاجه تانية بقى. تمام. انا هنا لسه بقلب فيها، هفضل اقلب فيها. انا في الاول بعلي النار، بعد كده بقى ايه بهدي النار شويتين كده، يعني تبقى في المتوسط كده. تمام. عشان ايه البصله ما تتحرقش وتبقى لونه لون، لا انا عايزاها كلها تبقى لون واحد. تمام. طبعا ايه انا عندي مجهزه الخلاط، مجهزه فيه الطماطم. الطماطم بتبقى قد البصل، يعني انا لو مثلا حاطه بحط مثلا في حدود 5 طماطميات متوسطين. تمام. لو عندي اللهم صل على النبي، مثلا 3 بصلات، قصدي مثلا بصلتين، على حسب يعني على حسب عدد البصلات. لو البصلايه كبيره بحط قصادها طماطميتين متوسطين كده. تمام. لو البصلايه متوسطه او صغيره، يعني اللي هي بتاعت الطبيخ المعروفه، اللي هي متوسطه دي، هي البصلايه قد الطماطمايه عشان تطلع تقليه مظبوطه. طبعا التقليه ما بتحطلهاش توم ولا اي حاجه، لان انا شفت في قناه قبل كده حد بيعمل التقليه بيحط لها توم. التقليه الصعيديه يا جماعه ما فيهاش توم، بتحطلهاش توم، هي بصل بس، بصل وعليها عصير الطماطم لحد لما تتسبك كويس. وبعدين بنحط لها ملح وفلفل وهكذا، يعني التوابل بتاعتها. طبعا انا هوريها لكم دلوقتي هي هتتعمل ازاي لحد الاخر اهو. زي ما انتم شايفين كده، هفضل بقى ان انا ايه هقلب فيها لحد لما توصل للون اللي انا عاوزاه. طبعا ايه هوريكم طبعا انا مش هفضل ايه اوريكم خطواتها كلها لحد لما توصل للون، لا انا ايه هوقف دلوقتي لحد لما توصل للون اللي هي عايزاه، لان هي بتطول. تمام، عشان برضك الفيديو ما يطولش عليكم. فانا يعني هوقف دلوقتي لحد لما اللون بتاعها اللي احنا عايزينه يوصل. هي كده لسه بيضه، لسه ما دخلتش في اي لون. تمام. خليكم بقى معايا، ما تروحوش في اي حته عشان تكملوا الفيديو، لان الفيديو بجد حلو. كملوا للاخر.
اهم حاجه ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه لو انتوا وصلتوا لحد هنا في الفيديو، واستنوا. بصوا بقى يا جماعه، بصوا بدات تدخل في اللون المحمر، بدات تدخل، مش دخلت، مش احمرت قوي، لا لسه بدات تدخل، اللي هو ايه، عدت اللون الذهبي بسنه بسيطه قوي. تمام. انا دلوقتي بقى ايه، عايزه اقول لكم انا سبتها بس ثواني علشان ايه، ابدا ان انا اجهز الطماطم والحاجات ديت. يعني رجعت لقيتها، بصوا كانت بدات تلزق اصلا هي، مع ان انا موطيه النار عليها جدا يعني. بصوا النار متوطيه خالص ازاي، مع ذلك برضو لقيتها ايه، كانت بدات تلزق. هي كده، هي ما بتستحملش بالذات في الاستانلس بيشعوط الحاجه بسرعه. تمام. انا لسه بقلب فيها دلوقتي، بقى هنزل عليها بالطماطم، ودي عصير الطماطم كمان اهو. طبعا انا علشان سايباه ومجهزاه بقى بدأ ان هو ايه يفصل. تمام. بصوا بقى، طبعا انا وانا مستنيه التقليه تتسبك، اصبع الكفته واقليها. تمام. عايزه علشان ايه تتسبك، بس مش عالية قوي برضو علشان ما تتحرقش. عليت عليها النار شوية صغيرين كده عشان ايه تبدأ ان هي ايه تتسبك. تمام. انا دلوقتي بقى هصبع الكفتة وهرجع لكم تاني. بصوا اهي بدأت تتقل وبدأت تتسبك، وبهدلت لي البوتاجاز، بس على مين همسحه دلوقتي. دلوقتي انا بقى هوطي عليها النار، بس النار عالية اهي، النار عالية، انا هوطي عليها النار. بصوا بقى انا وطيت النار خالص اهو. تمام. هرجعها بقى، اظبط الحله كده على النار تاني. في الوقت دوت بقى انا هحط عليها التوابل. هحط، بصوا عندي مكعب مرقه، فلفل اسود، ملح، عندي هنا يعني ايه بتاع ربع معلقه صغيره سكر. هحطهم كلهم هنا، ايه، اقلب. طبعا هي لما بتتسبك اصلا التقليه بنحط لها شوربه، يعني بنزودها شوربه عشان ما تبقاش تقيله قوي. تمام. فانا طبعا لما اجي ازود شوربه مثلا او احط يعني مثلا ايه، انا دلوقتي حطيت مكعب مرقه لان الكفته مش بتعمل شوربه. الجزار بيديكي كده حته دهنه صغيره عشان ايه تعملي شوربه، لان الكفته ملهاش شوربه. فانا حطيت مكعب المرقه، وهحط اللي هي الدهنه ديت اللي هي بتبقى جايه مع الكفته. وهزود شويه ميه صغيرين كده كأن ايه حطيت شوربه. تمام. وفي التوقيت دوت بقى ايه، طبعا لازم اظبط الملح علشان ايه ما تبقاش التقليه حادقه قوي ولا تبقى دلعه قوي. تمام. دلوقتي بقى هسيبها تكمل تسبيك، وانا هكمل تصبيع الكفته لان انا لسه بصبع في الكفته. واخيرا صبعنا الكفته وخلصناها. كده بقى احنا هنقوم هنحمرها، وهنبص على التسبيكه بردك او التقليه، يعني نشوفها وصلت لحد فين. عايزه اقول لكم حاجه، ان كفته الرز كمان ليها فيديو على القناه. كنت عاملاها قبل كده، وكنت جايباها حتى وانا بدقها عند الراجل، كنت بصورها الراجل وهو بيفرمها في المفرمه بتاعه الكفته. هتلاقوا برضو الفيديو عندكم في القناه. يلا بقى بينا دلوقتي علشان نقوم نحمر الكفتة التسبيكة بالمرة او اللي هي التقلية يعني. يلا بينا. بصوا بقى هي كده التقلية جاهزة. انا دلوقتي هطفي عليها. متطلعش المية اللي كنت قايله لكم هحطها بعد ما اسيح عليها، اللي هي حتة الدهنة اللي بتبقى معاها والكلام ده كله. ولسه هحط لها بقى ايه شوية مية. هسيبها تستهدى الاول شوية، بعد كده احط لها شوية المية ياخدوا غلوة مع بعض. انا دلوقتي طفيت عليها لحد لما احمر ايه الكفتة. تمام. يلا بينا نكمل. عندي بقى هنا الطاسة على النار، وعندي لمك الكفتة اهي. تمام. هرصص فيها الكفتة كده في الطاسة. خلص الكمية بتاعت الكفتة كلها. هو لسه الزيت ما سخنش قوي يعني، عشان كده انا بحط ايدي فيه عادي. هو لو سخن انا هرمي واطلع اجري.
يعني من الناس اللي بتخاف جدا جدا من حكايه الزيت دي. بس الزيت بخلص الكفته واطلع اجري دلوقتي. بصوا انا كده مليت الطاسه اهو، ما شاء الله تبارك الله. مليتها زي ما انتم شايفين كده. في في شويه تاني في الطاسه، انا في الصينيه اللي انا صبعت فيها انا شلتها على الرخامه لحد لما ايه احمر دولت، وبعد كده برجع ايه احط التاني الباقيين يعني. وهي الكفته بقى كده بعد ما عملناها حمرناها خلاص كلها كده، كلنا كنا مصبعينها تمام كده. وزي ما قلت لكم التقليه انا حطيت لها كوبايه ميه وسبتها تاخد معاها غلوه. تمام كده. انا بقى دلوقتي هحط لها الكفته كده ماشي. يعني ما شاء الله يعني كويسين. تمام. هقلب بقى كده، هناخده مع بعض غلوه بحيث ان ايه التقليه تاخد من طعم الكفته والكفته تاخد من طعم التقليه ويتقلبوا مع بعض. في التوقيت دوت عقبال ما ياخدوا الغلوه كده هبدا ان انا اجهز الرز علشان ايه نقدمه في الاخر مع وادي كده الكفتة بعد ما جهزت اهي وخدت غلوتين مع التقلية، وده الرز اهو. كده كله جاهز اهو تمام التمام كده. ده بقى الغدا بتاعنا بتاع النهاردة. اتمنى يكون عجبكم، واتمنى ان شاء الله تجربوا الكفتة والتقلية وان شاء الله تعجبكم. اهم حاجة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وتعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو انتوا لسه مش مشتركين، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة.